الزعل فد مرحلة احنا نعيشها من حياتنا كلش سيئة، والأسوأ من عندها لما يكون انت الإنسان اللي زعلان من عنده أمامك ووياك بس ما تقدر تحكي وياه، تعيش فد حالة من الصراع. قلبك يقول لك روح احكي، راح يسمعك، راح يتقبلك ويتذكر لك كل الأشياء الحلوة اللي كان هذاك الإنسان يسوي لك إياها، وعقلك يقول لك لا راح يفشلك، لا تروح، لا أنت تتذكر من سوى فلان شيء وفلان شيء وذاك الشخص تتذكر راح يسوي لك نفس الشيء، وتظل أنت واقف أو قاعد في مكانك ما تعرف شو تسوي، مجرد إنه هذا الإنسان دا يروح ويرجع من قدامك وأنت عاجز على أن تحكي وياه أو حتى تصالحه، وهو بالمقابل عايش بنفس الطريقة. لا تتوقع أنه هو ذاك الإنسان الثاني ما يريدك تجي تحكي وياه. الزعل أكو حقيقة حلوة بيها، على الرغم من أنه هو حالة سيئة، لكن أكو حقيقة واحدة حلوة بيها، اللي هي شنو؟ اللي هي لو ما يحبك من صدق ما يزعل عليك، لأنه لو أنت إنسان عادي عنده كان ما دار بال للموضوع، عادي حالك حال أي إنسان مر بحياته. لذلك من يشوف إنسان مجروح منك بطريقة كلش كبيرة وزعلان من عندك كلش هواية، أعرف إنه هو يحبك كلش هواية، لهالسبب ما تحمل إنه ينجرح أو يتأذى منك أنت بالذات، فصالحه. بس شلون؟ انتقي مصالحتك إله، عبر عليها بطريقة تليق بمحبة هذا الإنسان بحياتك، تليق بوجوده اللي كان. شوفه محبتك، شوفه أنت شنو، شوفه وجوده بحياتك شنو كان.